إيه هي الديسمنوريا أو ألم الدورة الشهرية؟ يعني البنت أو الست بتحس بوجع بيجي معاها في بداية الدورة أو قبلها بيوم أو يومين، والوجع ده بيبقى غالبا في أسفل البطن وممكن يمتد للظهر أو الرجلين. وجع الدورة ده مش دايما شبه بعضه، عشان كده الدكاترة قسموه لنوعين كبار: برايمري ديسمنوريا أو الديسمنوريا الأولية، وده النوع الشائع عند معظم البنات من سن البلوغ أو بعد أول سنتين ثلاثة من نزول الدورة. طيب بيحصل فيها إيه؟ الرحم بينقبض جامد وقت الدورة بسبب زيادة مادة اسمها بروستاجلاندين، وضروري جدا تكون عارف المادة دي. البروستاجلاندين دي بتخلي العضلات بتاعة الرحم تتقلص عشان تطرد الدم بره، بس الزيادة فيها بتخلي التقلصات دي تبقى موجعة، ويعتبر مفيش مرض عضوي أو مشكلة في الرحم نفسه، وكل ده بيبقى طبيعي. بمعنى تاني، الوجع ده مش بسبب مرض، الوجع ناتج عن طبيعة جسم البنت وطبيعة استجابة الرحم للدورة. وصفاته إنه بيبدأ يوم أو يومين قبل الدورة أو مع بدايتها، وبيستمر من يوم لثلاث أيام غالبا، وبيخف مع استخدام المسكنات أو موانع الحمل، وبيبقى معاها ساعات صداع، غثيان، إسهال بسيط أو دوخة. تاني نوع هو السكندري ديزمنوريا أو الديزمنوريا الثانوية، والنوع ده مش مجرد تقلصات طبيعية، هنا الألم بيبقى بسبب مشكلة عضوية أو مرض موجود. بيحصل فيها إيه؟ الرحم أو المبيضين أو الحوض كله بيكون فيهم حاجة غلط، زي إن يكون عندها اندومتريوزس أو بطانة الرحم المهاجرة، فايبرويدز أو الألياف الرحمية، البي أي دي أو التهابات الحوض المزمنة، والتهابات أو عيوب خلقية في الرحم. بمعنى تاني، الوجع هنا بقى مش طبيعي، ده الجسم بيصرخ عشان في مشكلة مرضية لازم تتعالج. وصفاته إنه بيبدأ في أي سن حتى لو البنت كانت مرتاحة قبل كده في دورتها، والوجع بيبقى أشد وغالبا بيطول أكتر من 3 أيام، مش بيستجيب بسهولة للمسكنات العادية، وساعات بيزيد مع العلاقة الزوجية أو مع الحمام، وساعات بيكون في نزيف أكتر من الطبيعي أو عدم انتظام في الدورة الشهرية. الفرق بقى بين الأولية والثانوية إن الأولية بيكون وجع طبيعي مع تقلصات الرحم مع الدورة، والجسم نفسه ما فيهوش مرض. الألم بيبدأ مع أول الدورة أو قبلها بيوم، وبيخف بالمسكنات العادية. أما الثانوية فده وجع ناتج عن مشكلة عضوية أو مرض، مش بس تقلصات عادية، والألم ممكن يبدأ قبل الدورة بكذا يوم ويكمل بعدها، ومش بيروح بسهولة بالمسكنات. ليه بقى مهم نفرق بينهم؟ لأن الأولية بنريحها بمسكنات زي الإيبوبروفين أو النابروكسين، أما الثانوية فلازم علاج المشكلة الأساسية، ساعات علاج هرموني وساعات تدخل جراحي لو بطانة مهاجرة أو ألياف. عشان كده أنا عملت